تقنية الفيديو محمد بلوط وادم الشجعي امامنا هما اللي غادي يقودوا تقنية الفيديو خلال هذه المواجهة. ننتظر بانه يبحث على المرتدات وكذلك محاولة الوصول لمرمى الحارس ايوب الكرند. نذكر بانه على مستوى للارقام والاحصائيات في الوقت اللي تعطات انطلاقه ديال هذه المواجهة فالموسم الماضي تدخل وابعاد الكرة للزاوية اول زاوية لفائدة فريق الجيش الملكي. 12 لقب على مستوى الدوري. تبادل المحاولات الزاويه طبعا كره راسيه. تدخل عادل الحسناوي منطقه الجزاء الراسيه ثم الاضافه لكاس ملك سلمان للانديه. الجيش الملكي يريد التواجد. هذه فرصه تسديده وتدخل الحارس ايوب كرم. كره في فريق المغرب التطواني. تبادل المحاوله فرصه دخول داخل منطقه الجزاء فرصه محاوله خطيره. هدف اول لفائده فريق المغرب التطواني وسط اللاعب يوسف العربيدي يتمكن من الانطلاقه دخول داخل منطقه الجزاء وضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده فريق المغرب التطواني. يعني مرتد هجومي سريع يوسف العربيدي اختار كره بشكل ممتاز دخول داخل منطقه الجزاء يضع الكره في الشباك وفرحه لجماهير فريق المغرب التطواني بهذا الهدف. اذا هدف اللي كيجي تقريبا على بعد 5 ديال الدقائق بنهايه الوقت الاصلي الجوله الاولى. تابعوا الانطلاقه هنا السرعه الاختراق دخول داخل منطقه الجزاء كان خروج الحارس ايوب الكرد تمكن انه الهدف الاول لفائده محمد حموداني ما تمكنش انه يلعب الكره بالراس والكره خارج ارضيه الملعب في الوقت اللي حكم اللقاء. الكره لفائده كره طويله في الوسط حمزه ايغمان الزاويه في الوقت اللي عادل الحسناوي خارج ارضيه الملعب كيتلقى الاسعافات. رضا سليم يستعد للتنفيذ لعبه كره العارضه. الكره تنتقم بالعارضه كانت فرصه دائما من جديد الجيش الملكي استلام. هدف اول لفائده فريق الجيش الملكي فرحه كبيره. هدف بواسطه موديرو بورغيس هداف الفريق لاعب مدافع ولكن بحس تهديفي وبحس هجومي. فرحه كبيره لجماهير فريق الجيش الملكي بالهدف. كره طويله كره بالراس جات في الجهه اليسرى لفائده الفريق المغربي التطواني. البحث على التمرير ترفع الكره داخل منطقه الجزاء محمد كمال ولكن هناك العوده ديال لاعبين ربيع حريمات طويله من لامين دياكيتي. حمزه ايغمان ممتازه فرصه لفائده فريق الجيش الملكي. ربيع حريمات يحاول يمرر ربيع حريمات داخل منطقه الجزاء. ربيع حريمات يمرر فرصه حمزه ايغمان دائما خطوره رضا سليم يضع الكره في الشباك. هدف ثاني لفائده فريق الجيش الملكي لتنطلق الهستيريا على مستوى المدرجات. هدف ثاني للجيش الملكي بواسطه اللاعب رضا سليم الذي يتمكن من وضع الكره كل قوه. تابعوا المرتد الهجومي ربيع حريمات خطا الكره انطلاقه دخول داخل يحاول في البدايه انه يمر